المهم أنه علم تماما بخطتي ولا يستطيع أن ينكر ذلك. وكل التقارير اللي اتكتبت والكتب اللي ظهرت بعد كده قال لك ان الفريق الشاذلي طالب بسحب 4 ألوية. هو في الكتاب بتاعه كذب مرة أخرى وقال لك انه كان عايز يسحب كل القوات عشان يبيع الايه؟ عشان يبيع الخبر للشعب. يقول لك كان عايز يبيع، عايز يسحب كل القوات، وده اللي كانوا عايزينه إسرائيل. هو بيتكلم، هو راجل سياسي عايز يأثر على اللسان، وده اللي عايزين. وكل القادة كانوا ضد رأي الشاذلي وهذا لم يحدث. طب اسمح كل لي، سلسلة من الحاجات. اسمح لي سعادة الفريق، أنا بس عشان برضه مش عايز أظلم الرئيس السادات وهو بين يدي ربه. هل تعتقد أن الفريق أحمد إسماعيل نقل له خطتك بالضبط زي ما أنت؟ الله أعلم، الله تنقلها؟ أعلم. لا أستطيع أن أقول أن أجزم في ذلك، لأن دي شيء بيد الله. إنما اللي عايز أقوله لك بقى كمان إيه الجزء الذي لم نعرفه وعرفناه بعد الحرب، أنه خرج من عندنا بعد منتصف ليل يوم 20، يعني في سعادتك قلت في شقين، شق قاله لكم وشق ما قالوش. أنا ده اللي ما قالوش؟ ده اللي ما قالوش بقى. نعم. اللي عرفناه فيما بعد الحرب نعم. أنه خرج واتصل بالسفير السوفيتي وأخبره بأنه يطلب وقف إطلاق النار فورا على أن تبقى القوات كل واحد في إيه؟ في موقعه، المكان بتاعه. ما هو المكان بتاعه لا الإسماعيلية محاصرة ولا طريق السويس مقطوع والسويس سليمة والجيش السري سليم، موقف جيد. بس السؤال من الذي يخلي إسرائيل تقبل وهي في موقف أحسن على إنها إيه تدي لك أو تقبل بهذا؟ مع كيسنجر بقى ابتدوا يطولوا في الحرب ويقول لإسرائيل الحقوا خدوا أكتر إيه قدر ممكن قبل ما نوقف إيه إطلاق النار. قبل كيسنجر الرئيس السادات ذكر برضو ان يوم 19 امر باقالتك من قياده الاركان قياده الاركان العامه للقوات المسلحه باعتبارك كنت متوتر وكذا وهتتسبب في فشل القوات، وانه امر بتعيين المشير او الفريق الجمصي في موقعك كرئيس للاركان على الا يعلن ذلك حتى لا يؤثر على القوات. كذب ولم يحدث، واستطعت ان انا امارس الايه في كرئيس اركان حرب لغايه يوم 13 ديسمبر. واذا كان بقائي في القوات المسلحه تمارس سلطاتك بشكل مطلق ل 13 ديسمبر بشكل مطلق طبعا كرئيس اركان قايم بكل اعمالك. طبعا لم تسحب منك اي صلاحيات ولا اي شيء اطلاقا. هو الصلاحيات ما هي مسحوبه، اي قرار فيه القائد العام يقدر ينقضه. يعني الصلاحيات تنظيميا يستطيع ان ينقض اي ايه، انما اقل ما فيها كنت ايه بقى. يعني مثلا في 25 نوفمبر اصطدمت مرة أخرى بإيه؟ بأحمد إسماعيل عندما كان تم حصار الجيش الإيه؟ الثالث والسويس. لأن الثغرة استمرت وحوصر الجيش الثالث والسويس. وكان كل القوات اللي عندنا في الغرب هي الفرقة المدرعة اللي هي بقيادة قبيل، عبارة عن لواءين مدرعين. هو الرئيس السادات مدح قبيل كتير وقال انه استطاع ان ينور بالقوات وان يقوم بجهد كبير لأسباب سياسية. لأسباب سياسية. هنا بقى تدخل السياسة بالقرار العسكري وبالحرب، وهذه عقدة أيضا لابد ان احنا نفك الاشتباك بينها لفهم كيف تتم الأمور وكيف تحدث. معلش، لا إنما يعني زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقة. هذه الطريقة تختلف تماما مع طريقة جمال عبد الناصر مثلا يعني فجه بقى أحمد إسماعيل جاب قائد الفرقة الرابعة وبيقول له مهمتك إنك أنت تفك، يعني تهجم وتصل تفك الحصار بتاع الجيش السادس. العدو في هذا الوقت عنده في الثغرة كام؟ 3 فرق مدرعة و6 ألوية مدرعة و3 ألوية مشاة. يعني الأمر تطور تماما من يوم 20 أكتوبر. طبعا من 20 ل 24، من 5 ألوية فقط إلى 3 فرق و6 ألوية. بالضبط 6 ألوية مدرعة و3 ألوية مشاة. معنى ذلك أن حجم الثغرة زاد بقى. هنا بقى اللي وصل إلى تقريبا 1000 مش 100 1000 كيلو متر مربع تقريبا، لأن العمق تقريبا 20
الطول بتاعها من شمالا من جنوب ترعه الاسماعيليه بشويه، اللي هي الحته اللي بيقاتل فيها لواء المظلات والكتيبتين الصاعقه، الى ميناء الادبيه. الى ميناء الادبيه. فهنا بقى قال لقابيل انك انت مهمتك انك انت ايه؟ تفتح الطريق. انا عرضت. قلت له ازاي؟ عرضت ليه؟ عرضت ليه؟ كيف اطلب من فرقه مدرعه انها تهاجم ايه؟ فرقتين مدرعتين في هذا الاتجاه، والعدو بقى له الطيران في المنطقه بتاعت الثغره كمان، يعني كان قبل الثغره كان العدو لا يستطيع ان يعبر الى الايه؟ الآن خد مطار فايد؟ خد مطار فايد، خد مطار فايد، والثغره من ضمن الثغره والبحيرات المره اصبح الطيران يخش، والدفاع الجوي بتاعنا كله انسحب الى 20 كيلو في الايه؟ في غرب الحدود بتاعت الثغره يعني. فاصبح الطيران لاول مره بيشتغل بحريه داخل الثغره. ايه اللي ادى ان الثغره تكبر وتكون بهذا الحجم؟ عايزين لجنه زي لجنه اجرانات علشان تجيب على هذا السؤال. انا بقول تدخل المعيب من جانب السادات في اداره الحرب. يعني انت تعتبر ان القائد السياسي الان تدخل في شؤون القاده العسكريين؟ طبعا. وتسبب في هذا؟ طبعا. كانت الاوامر مباشره تصدر من الرئيس السادات الى قاده الالويه وقاده لا الفرق؟ لا، هو بيسيطر اساسا عن طريق ايه؟ احمد اسماعيل، ولكن في بعض الاوقات كان يتصل بقاده الفرق ويقول له كذا وكذا وكذا، وهذا خطا شديد جدا. وانت كرئيس اركان لم يكن لديك علم بهذه الاوامر؟ لا اعلم، حتى لو علمت بيها لما اعلمها ايه النتيجه ايه؟ يعني هو تدخل. دي احد الاخطاء الرئيسيه ان رئيس الجمهوريه وهو قائد سياسي ان هو يتدخل في ايه؟ في إدارة العمليات العسكرية. أنا ما بقولش كده إن القيادة العسكرية تتجاهل القيادة السياسية أبدا، أنا علشان الكلام يكون دقيق، أنا أؤمن بضرورة إن القيادة العسكرية تكون تابعة للقيادة السياسية، لأن الحرب هي في الأول والنهاية بتحقق هدف سياسي. نعم. وهي وسيلة من وسائل الصراع. اسمح لي سعادة الفريق، ربما يرد عليك واحد من المشاهدين اللي بيسمعونا الآن يقول لك إن الرئيس السادات رجل عسكري أيضا من لا بداية، وهو يعني كان من الضباط الأحرار، ويمكن أن يكون له آراء وتقييماته السياسية. لا، الضباط الأحرار شيء، وإن هو يكون رجل عسكري شيء تاني. ده كل المدة اللي قضاها كرجل عسكري 2 أو 3 في سلاح الإشارة، وبعد كده كان طرد من الجيش وكذا وكذا، ومعلوماته العسكرية لا تؤهله إطلاقا على أنه هو يكون قائد عسكري. بوش الرئيس الأمريكي تقدر تقول عليه رجل عسكري على هذا، لأنه اشترك في الحرب العالمية الثانية كان طيار. نعم. ولكن وهو رئيس جمهورية لا يتدخل في إدارة في إدارة الحرب إطلاقا. لكن له القرار، له تخصيص المهمة، يخصص المهمة للقائد العسكري لرئيس الأركان. خدت بالك؟ ورئيس الأركان ممكن ان هو يحاول يقول له هذا ممكن وهذا غير ممكن، ونتيجة الحوار يصلوا إلى حل، إنما لا يتدخل في إدارة العمليات الحربية. يعني عايز أسأل سؤال هنا، أرجو أنه ما يكونش محرج. يعني أنت من ليلة 20 أكتوبر 1973 وحتى إقالتك من رئاسة الأركان في ديسمبر 13 ديسمبر، في هذه الفترة لم تكن تقوم بدورك الفعلي كرئيس للأركان. إزاي بقى؟ بقوم. طب إذا كان الرئيس السادات يتصل بقادة الفرق ويتصل ويصدر أيضا وزير الحربية أوامر تخالف كل التوجهات لا، ما أنا هقول لك أهو، يعني جه يوم 25 أنا عرضت القرار، وبعدين قام قال له طيب تروح ونحول المهمة بتاعتك من فتح الطريق إلى إنك أنت تشيل تعيينات، تحمي قولات، تشيل تعيينات للجيش السادس المحاصر. برضه هذا خطأ. إذا كان ما يقدرش يقاتل ويفتح الطريق لوحده، كيف يمكن إن هو كيف يمكن إن هو يحمي قول ويصل بالرتل التعيينات دهوت إلى إلى الجيش الثالث؟ القوات المسلحة المصرية اللي كانت محاصرة كان يبلغ عددها قد إيه تقريبا؟ حوالي الجيش الثالث بالناس اللي موجودين معاها كان حوالي 45,000 تقريبا. 45,000. أنتوا عملتوا طوق حوالين الإسرائيليين أيضا؟ طوق رفيع ليس قوي. طبعا.
اذا كانت عندك شوف 5 فرق موجودين في الشرق، و هتعمل طوق ازاي؟